حاضر يظل سفيان الوجه من كوناكري. سفيان تسمع فيا؟ مرحبا بك رازي، مرحبا بالمشاهدين الوطنية الأولى. فعلا في مقر إقامة ترجي رياضي في العاصمة كوناكري. الترجي أنجز المهم، عاد برق ترشح بعد مباراة صعيبة برشا رازي، في ظروف افريقية صعيبة، في تحكيم افريقي، في لولا هدف ايهاب المباركي في اواخر الشوط الاول، وهو معايا ايهاب المباركي. ايهاب مباراة صعيبة برشا اليوم، كانت من اصعب المباريات الافريقية في السنوات الاخيرة يمكن امام حورية. صحيح، يظل انا واحد من الناس عندي 4 سنين في الترجي، يظل كل عام نلعبوا الكاس الافريقي، يظل اصعب ديبلاسمون السنة. ما نش باش نحكيو على ارضية الميدان ولا السخانة. يظل اليوم شفنا تحكيم 100% مع الفريق المحلي. يظل انا اوروزمون جي اربيتر معروف وبارمي لي ميور في الافريق، عمل هكا ما نعرفوش كان يصير لو جاء حكم اخر. المفيد الحمد لله كل شيء. يظل تعاملنا بالكدا مع المقابله وروحنا بالكاليفيكاسيون اللي هي الحاجه الامبورطونت. تقريبا اول صعود في 45 دقيقه، اول مره الكره تتعدى تخطو فيها ال 18 متر نتاع الفريق المنافس، جابت الهدف ابيل في الظهر. معناتها الترجي تعود يسجل اهداف في المده الاخيره على الجهه اليمين بينك، وليت تفهم برشا روحك انت والبدري خاصه. يظل اول فرصه يظل عملناها في الشوط الاول هي دقيقه 45، خاطر فريمون الاربيتر اختارها اللعبه. يعني احنا نجيو نفوتوا السونتر يعملوا ديفوت وما يزفر حتى شيء. يظل سين كانت راسيق ومدمره من لوتك تيلمون كلي ضرب. اكسيون نخدموها في الانترينمون، يعني 1 2 انا وانيس دخل بالكره للوسط وعملت لابيل. انا عطيها لي بريسك في 6 متر. اخترت السيرفاس نتاع الباهية وحطيت كرة في العالية وجا الهدف. الحمد لله على كل شيء. دعوة للمنتخب، هو بعد زدت أكدت معناتها الفورمة في الفترة الأخيرة بالهدف، ودعوة جات للمنتخب تخليك تخدم أكثر، تخليك بيان سور سي اون فيرتي واحد باش يكون انترناسيونال. واحد بعد بريود على يظل اخر مرة مشيت فيها المنتخب وقت نلعب في فيون فرنسا، يعني عندي 4 سنين. الحمد لله واحد ان شاء الله يكون رجع من الباب الكبير وان شاء الله يواصل في النيفو هذا، ومازالت خدمه كبيره تستنى فيها كاينه ولا ليكيب الكل، وان شاء الله من حسن الى احسن. فرجاني ساسي رازي اللي ما تمتش دعوته في وسط الاسبوع المنتخب، جاوب على التيران، قال انا شفناه حتى قبل المباراه، اكد وانه مش جاوب على التيران، وكان بصراحه بطل من ابطال مباراه اليوم في ظروف صعيبه. تقريبا شد الوسط الكل فرجاني، خاصه في الشوط الثاني. فرجاني حبيت تجاوب وانت قلت مش نجاوب من الناس اللي نحاوني من القائمه مع المنتخب بالخدمه وعلى التيران، وهذه عقليه لاعب محترف وانه يجاوب ديما على التيران. اي بيان سور واحد انا مش نجاوب معناها كان سور تيران. بون هي ماهيش مشكله كبيره ولا ما نحبش نكبرها. ديجا كلمني لونتونور معناها مسيو كاسبر جاك قبل كونفوكاسيون بنهار، قال لي رانا باش نحيوك معناها مانيش نعيطولك. ثم اسباب تاديبيه معناها الاداره هي اللي على راسهم سي وديع الجريمه، يعني هما اللي يقرروا باش ما نعيطوليش، دونك ما نحبش نعمل لهم مشكله كبيره. علاش شنو اللي عمل يا سفيان كتسالوا شنو هي الاسباب التاديبيه؟ شنو اللي عمل؟ ديما على ذمه المنتخب وديما نجاوب سيرتيرا ونخدم على روحي وان شاء الله معناها. رازي يسال فيك في البلاتو، فرجاني قال لك شنو هي الاسباب التاديبيه؟ انت شنو عملت؟ في بالي ما عملت شيء، شنو عملت بالضبط باش يقول اسباب تاديبيه؟ حسب معناها كلامه هو، معناها عملت انترفيو بعد الماتش ذاك هو اللي كان معناها يمكن حكيت شويه في دي شويه تكتيك ولا حاجه، يمكن هذاك هو السبب اللي معناها بعدني. بون ما هو شاف معناها مشكله كبيره وشاف معناها حاجات ما لازمش نعملهم وعملتهم، دونك كان غلط نعتذر، وكيما قلت لك نجيب سورتيرا وان شاء الله معناها السجه ذي مانيش موجود وغوزمون معناها دي ماتش اميكو، مي كنت نتمنى نكون موجود نلعبهم معناها دي جرون كاليبر كونتر كامرون ومروك. الله غالب ان شاء الله. فرصه جايه، مازالوا ماتشوات ومازالوا معنا دي شونس كبار، ان شاء الله فرجاني ديما حاضر وان شاء الله نكون موجود في السجل الجاي نتاع المنتخب. قبل نهار بركه من اللي تسافر لغينيا يكلمك لونتونير يقول لك ماكش تكون في المنتخب، ما كانش يمكن ياثر شويه على معنوياتك انت في مباراه ديسيزيف، مباراه صعيبه كما اليوم؟ باش نقول لك ما ياثرش نكذب عليك، سيأثر فيا وخاطر
ماني نحس سيرتو في روحي البيريود الاخرى ماني قاعد اون بروغريسيون، قاعد نطلع ونرجع النيفو نتاعي وخير من اللي كنت. ماني نحس في روحي قاعد نلعب بالباهي ونستحق ماني مكاني في المنتخب، وزمتش هذوما مش يعاونوني برشا. لكن كيما نقولوا ماني قدر الله ما شاء فعل، هذيك هي اللي ماني هو اختار مش باش نكون موجود. كلمني اثرت شوي، لكن انا ماني الحمد لله ماني ثم تاثير من الاطار الفني نتاعنا. كلموني واصحابي كيف وقفوا معايا. الحمد لله اليوم هبطنا وعملنا ماتش كبير وليسونسيال الكاليفيكاسيون، هذيك اهم حاجه. معايا مجدي دراوي، كنا في انتظار سي فوزي البنزردي، لكن سي فوزي يظل يطلع للعشاء. سي مجدي معنا. مجدي، الاختيارات الفنيه اليوم 3 فكاكه في وسط الميدان، كوليبالي مكان سعد بقير، ما تشوفش اللي مجازفه ربما، خاصه وانه حوريه سجلت في الشوط الاول، سجلت قبل الترجي، كانت نجم تسجل هدف ثاني وثالث حتى في الشوط الاول. لا اختيارات فنيه، ما كناش نلعبوا ب3 ارتكاز. الشوط الثاني حاولنا نلعبوا ب3 ارتكاز، لكن الشوط الاول نلعبوا 2 ارتكاز وقدامهم غيلان هو اللي تحت ياسين الخنيسي معناها في بلاصه سعد بقير، لما لعبش كوم تروازيام بيفو. لكن الشوط الثاني شفنا له من احسن يكون معناها غيلان كوم تروازيام بيفو في ريكوبيراسيون. تعرف وسط الميدان يلزم نفتكوه، يلزم نفكوا وسط الميدان باش نجموا معنا اون برودوي لو جو نحبوا عليه احنا. دونك رجع غيلان في الشوط الثاني ولينا نلعبوا بتروا بيفو. لكن الشوط الاول لعبنا معناها الطريقه نتاعنا المعتادين، 2 بيفو قدامهم ريجيسور اللي هو غيلان. ولكن باش نرجع للمباراه، اللي الشيء اللي حكينا فيه في تونس واللي قلنا للملاعبيه براتيكمون الكل شفناه اليوم، لانه الاهداف اللي ضيعناهم في تونس كانوا ينجموا يسهلوا علينا مباراة العاب اللي كنا منتظرين يكونوا باش يصير هذا الكل. لانه تعرف خاصة نتاع ليكيب هذه حورية معناها اللي هي عندها رئيس نادي اللي قاعد يضخ في برشا اموال. وشفت اليوم الحكم كيفاش، انت اليوم ظهر لي شاهدت المباراة معنا، شفت الحكم كيفاش سونس يونيك معناها مع ليكيب هذه. دونك الاجواء هذه الكل كنا نتفاداوها لو كان سجلنا من ال5 فرص اللي كانوا واضحين جدا باش نسجلوهم في تونس. كنا سجلنا هدف بركه، كنا سهلنا المباراه. الشيء هذا الملاعبيه واعيين به، وكانوا معناها حتى بعد المباراه كانوا يحكوا في الكلام هذا الكل. دونك هذه اكسبيريونس الملاعبيه اللي ما يعرفوش الافريق، اللي لازمهم يعرفوا اللي الافريق راهو لازم تستنى كل شيء، تستنى اربيتر مش باش يكون مش حتى حقك معناها حتى ابسط الحاجات مش باش يعطيها لك. دونك لازم ناخذوا باينه من تونس باش نجموا نمشيو في الشامبيونز ليغ هذه ان شاء الله. شكرا لك مجدي. اذا نعود الترجي مش يكون ان شاء الله الوفد غدوه في حدود منتصف النهار في مطار تونس كارتاج. شكرا لك، لازم تصبحوا على خير. يعطيك الصحه.